صباح الخير. بر الوالدين دي حاجة ربنا حسنا عليها وقرآننا الكريم للأم والأب. بس بر والدين ايه اللي يجي على حساب بيتك وولادك، وان انت ترضى امك على حساب ان انت تهد حياتك. ما تخليش نقطة ضعفك اللي هي امك تيجي على حساب بني ادمة جت من بيت ابوها واستأمنتك على نفسها، وابوها قالك دي امانة عندك. والبنت طبعا احسن حاجة عند ابوها، ولما بتروح بيت جوزها بتبقى في مملكتها معززة مكرمة. ما ينفعش امك يبقى عندها نقطة ضعف تطلعها او نقطة نقص تطلعها على واحدة تانية. ما ينفعش كل واحدة عندها نقطة نقص كأم تطلعها على مرات ابنها، ربنا هيحاسبك. ما ينفعش انت تدمر بيت كامل عشان خاطر ترضي امك. ما ينفعش انت كنت حاربت الدنيا كلها عشان خاطر البنت دي، وترجع لما تيجي امك تحاول تشوف نقط النقص اللي عندها وتقعد تقولك مراتك فيها كذا، ناقصها كذا، دي ناقص، ده محطوط، ده مش محطوط. من الاول عارف ان في نقطة ضعف عند امك اللي هو انت ابنها وتسمع كلامها وتيجي على حساب مراتك، ما تتجوزش. يا اما انت تبقى الفيصل ما بين امك ترضيها ومراتك ليها حقوقها. لقيتهم في تاتش وفي قلة المعاملة الكويسة مع بعض، افصل. ما لقيتش كده، ما تجيبش بنت الناس في بيتك وتبدأ تحطها وتبدأ امك تبقى الند بالند وترضي امك على حساب بيت تاني او على حساب ست تانية. ده مش بر والدين خالص. بر والدين ايه اللي على حساب دمار بيتك، تدمر بيتك دمار كامل. ما ينفعش تيجي بنت من بيت عيلتها لبيتك وتدمرها على حساب رضا امك. ارضى امك وانتوا ببيتكوا وسيب البنت ببيت ابوها. ده مش بر والدين خالص، لا قرآن قال لك كده ولا نبينا صلى الله عليه وسلم امرنا بكده، ولا ده بر والدين خالص، ولا ينسب للبر الوالدين.